مرحبا جوارو وينشونا إيشيوات شو أم هروات المولى لويما أم كيبتشينا نيشتن أم هارن بكي ما تشينو كماركت تشتوني هوت إيكي شيفي بكي دبين وان ساكن هلا أم كيت شيفي بكن تكيت شيكي نوكو أكي فروج مشوي تشيكن أكي بوروتيكن فرنر وجبت صفتين جوانح هذول بس الخالي أكي جورو تشيكن واك شوي على طريقتي نوكو ألحظ أقول لكم شلون أسويها. هاي مثل الشوي وهذول بدي أحطهم فروج مشوي بالفرن. مشان ما تقولوا ليش الفروجات صغار وهي كذا، الفروج المشوي لازم يكون الفروج صغير مشان يستوي زين قلبه. ايه وخليكم معنا لنهاية الفيديو. ده يلا بمارو بن إيكي شنو بكي ده داري ننظفهن نشيل هذا أكنكو بوك بشو بليمون. إيه معلش احكي بالعربي معلش. ايه هو أفركه بمية ليمون وملح غسلهن زين بعدين أتبلهن. جربوا هاي التبلة عن جد حيل حيل طيبة، جربوها وما تندموا. فروج مشوي ها ولا دوما دهوني كوك يا حرام ناوتن خورن جاهز. كوك طعمي تشتكي جينا دهوتن يعني حرام ما بين ستورا كريه حرام الشير ويلو بلا حسكت به هين بعد ما غسلتن زين هاي حطيت مية ليمون وهين ليمون الزادين أعصرها عليها وأفركها بالليمون الزين زادين وملح. طبعا هاي بس بدنا غسلها يعني عشان أرجع ما بغسلهن. والحظ خليكم معانا بعد ما غسلهن زين أنظفهن تاني تتبلها. هون اجيب لي مين ايه مستقل فوق ده لانه بعربيج ما تخوزن ايه ما عربي مش تشكي ضعيفه ايه قانت تبع عربي دينك دبلة أنا أحط كاتشب ومايونيز حيل تطلع طيبة. جربوها ها مو بس تتفرجون على الفيديو. وهين كاتشب زادين هاي بتشتي هون وجيك حسب الرغبه يعني تخو خوست تكون ايه او كتير الدبس فليفلة أحط بس شوي لأنه لما بدي أقمرها كله ينحرق فوقه فأحط شوية بس هيك يعني نكهة. وشوية هذا فلفل أحمر شوكة. ايه سوتي سير نعم لا خالها حداد فلفل أحمر بس شو اسمه شوية كزبرة سادة فلفل أسود زاد ما كثر وحط زادين هذا الثوم مجفف. لا تحطون ثوم تدقون ثوم وتحطونه زاد ينحرق عليه ما يطلع طيب. هذا بس انه يعطي نكهه زاد حيل طيب. هي زاد جربوا. ليمونتين زادين هذول ما أكبهن خليهن تقدر تشفروجي ايه حطهم قلب الفروجة مشان ريحة زنخة. عمار اعطيني الخفاقة الصغيرة بالصحة. خفاقة صغيرة لا الوحدة صغيرة اعطيني.
لا زيت ما احط خالص. لا. لا، هاي ملح زيادة كفي. الزيت هذا الدهن اللي بقلبها من جوا هو يذوب او دبن. والزين شوية كاتشب بالنار، شوية مايونيز، الحستين احطه فوقه وافركن زين، احطه بقلبه زادين. الحس بعد ما غسلت فروجاتي زين حط عليها حركن زين. أنا لما أحركن بالعادة ما ألبس كفوف لأنه إيديني 24 ساعة بتجلي. أي والله. ولا مرة وشنو بدقة بدقة. مو مشان الواحد مثلا يتكاسل، لا يعني خلص إنه ليش يعني قدام الكاميرا، لا الحمد لله أظافر وما بي وتويات أغسل الإيدين ينضاف زادين. اي والله الحستين افركن هيك الزين، وهنا هيك نفس مساج يعني نسوي له هيك انه شايفين هذا الجلد زادين هين زاد ارفعه واحط بيه من شو اسمه وهين الجلد هذا ارفعه واحط من الصوص سويته احطه بقلبها مشان كلياتها تاخذ الطعمه يعني زين زين. هنا زادين واللي يزود منه احطه بقلب الفروجة. الحس بس اخلصها زين ارجع لكم. بعد ما دهنتن بالصوص اللي سويته حطيته بالأكياس الحرارية. هذا الليمون بس مشان الريحة الزنخة يعني احط واحدة هيك واحدة قلبها، وهنا احط ورق غار زادين مشان الريحة الزنخة هاي زادين. وهين احط زادين خاشوقة ملح صغيرة بقلب الفروجة مشان تتملح من قلبها زادين، انه قلبها زاد يكون مالح مو بس من برا. هاي زادين حطهم وشوية فلفل اسود زاد مشان الريحة الزنخة. الحز اربط انه احطهم بالفرن وأبلش بعدين بتبلة الجوانب. حطيتن بتشاس وربطتن، حطيتن على طرف صدر الفروج البطن، بعدين مشان لما اقلبها عادين اخر شيء اقمرها مشان ما تفرط، قلبه وحده هيك اقمرها من فوق وخلص مشان ما ارجع من هنا تتقمر وارجع اقلبها هيك وهيك، خلاص خليها هيك وبعدين اقلبها. الحز بدي اتبل الجوانح، اول شي بدي اغسلهن زادين نفس ما غسلت الفروج واتبلهن. طريقة التبلة هاي عن جد يعني يسووها وما تندموا. وحدة ربيعتي زاد من الرقة علمتني عليها حط لها عسل، لما قالت لي احط لها عسل انا استغربت بصراحة، فاول مرة جيت على البيت اطبخ فقلت والله ما راح احط عسل يعني خاف قامت تضحك علي يعني انه لانه هن شوي غاليات، يعني قلت انه تكلفت بيها واحط لها عسل وما تطلع طيبة، سويتها على طريقتي. فالمرة الثانية والله حطيت عسل عادن وطلعت غير شكل عن جد. اي والله فجربوها وما تندموا. يلا الحسين اغسلهم زين ونبلش عاد بالتبلة. والحس غسلتها زين، حط خشوبة ملح، خشوبة ملح حسب الرغبة.
شوية فلفل أسود، زاد ما أكثر لأنه خالي ما يحب البهارات. وهاي سويتها خصص الخالي. راح تقولون قليلة، أنا سويتها بس الخالي. هذه الفروج لينا وهذول هاي الخالي. على قد ما أمي تظل ترسيني خالتي وخالتي خالتي وخالتي. اي والله. الحزوة بالشغل يجي تعبان زاده. أحط فلفل زاده، فلفل أحمر بس حلو، وأحط شوية بس هيك كذا يكفي. وبعدين أدهنه زاده قبل ما يبلش يستوي، أدهن زاد من فوق بالزيت وخليه شوي بعدين أطفي. وبدي أحط زادين خاشوقة عسل. الحستين أحط زاد، لا تكثروا. هذا جوزي جابه من عند زبون عساس أصلي وعسل أصلي وأصلي، ويفنى عليه والله. طلع زادين كله مثل السكر. الحز أحركه زين وبس أخلص. هذول هنا زادين جهزت بصل وبندورة وفليفلة خضراء. بس أتبل هنا أحطه هنا زادين. حطيت ورق زبدة عشان ما يلزق، لأنه بيه عسل يلزق على الصينية، فحطيت ورقة زبدة. بس أتبلهن أحطهن هنا، أحط هذول الخضرة زاد بقلب التبلة وأحركهن وأصفهن زادين. زاد يطلع الحين طيبات معاها. أصفهن زادين بالصينية. ترى الولد ما لهم طعمة، لا تواخذونا، لأنه ما شاء الله كثار. وبس سبحان الله بس نشغل الكاميرا يبلشون عادة. اي والله. فإجباري يعني ما شاء الله 6 7 إجباري بده يكون لهم صوت. آمين يا رب. الحس أحط هذول زادين عشان يستوي قلبهم زادين. عندي ابني هاي اللي يحب البصل المشوي، ياكل أكثر من الفروج وأكثر من الكباب. كرمانجة خليني هذا لا، هذا عنده ينفل تفاح الشواية. تبلهن الحزيج وزاد أحطه بيناته اللي يستوي يطلع زاد طيب. اشتاقي تجي خدتنا يشوي تشيكك وانا بطريقة تشيكك مال تفرن هيدا. اي والله انا من فترة اشتهيت على الشوي، فبي هنا بمحل قريب شوي على بيتنا يشوي، تشتري من عنده فروج ويشوي لك. فرحت عليه انا مكيفة، قلت بلكي ياخذ على شوي الكيلو مثلا 50 ليرة. ولما رحت على المحل وكان قلت له بش قد تشوي الكيلو، وانه قال لي 300. لما قال لي 300 قلت له تمام يعطيك العافيه مع الناس، وطلعت والله. فجت على رجعتي قالت لي سوي الطريقه هذه. اي والله صرت اسوي عاد كل ما اشتهي اسويها بالبيت. وهنا خلصت صارت جاهزة. الحستين احطها بالفرن ما تطول، تقريبا 45 دقيقة من فوق ومن جوا. والحستين بدي اودن زادين رز، لنسوي رز الولد يحبونه يعني، وناكل زاد جنبه وسلطة وبس. هذا يلا تابعونا لآخر الفيديو. آخر الفيديو. الحز بدي اودي الرز زادين. انا اعير بالكاسة، خالتي تعير بالزبدية، فأنا متعلمة اسوي بالكاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كاسات رز مشان ما يزوق. 2 3
خلي زادين تودن شوي بعدين نسوي وكو أكل سلطة جيت شيكة. أقشر قلت الخيار لأنه خالي ما ياكل قشره، يقول يوجع معدتي، فأقشره. والحستين نفرم السلطة ونرجع لكم، بس بندورة وخيار وليمون. السلطة Gerek konu navdkin baraj mesela koha bardan. ليش كذا يمكن إن شاء الله من هين الشهر استنونا فيديو بدي تجهيزات الديارة. سويت الديارة خلصت تقريبا. بس أنا ولدي لما أشتريها يعني أغسلها كلياتها، تعرفون يعني البيبي جلده حساس، غسلتها كلياتها حاليا وضبيتها، فبس نسوي الفيديو يجون بيت بنات خالي وخالتي نكويهم كلياتها ونطبقها، زاد نسوي لكم فيديو إن شاء الله. إن شاء الله بخير والسلامات. آمين ويسلمك يا رب. اكتبوا لنا بالتعليقات اسماء بنات تكون حلوة زادين، لأن الحزن احنا محتارين، ما نقول اسم على هذا حلو هذا مو حلو، هذا حلو هذا مو حلو، فأنتم زادين اكتبوا لنا هيك كم اسم بلكي يعجبنا واحد منهن نختار. هين بعد ما الطرف الجواني استوى عندي، تأكدت منه، قلبتها شوي تحمر من فوق، حطيت شوية دبس، هين دبس فليفلة، وحط شوي من ميته هين. بعدين دحقوا ما حطيت زيت خالص، شوفوا هي الحالة هي ومتنز زيت ومي، تستوي بميتها والدهن اللي بيها حزيتشز كوزين شوي النوب. حسبتها شوي على الوجه مشان تتحمر زين. واليزود من هذه الدبس هنا تهنوا على خبزة، حط على الفروجة زاد طلع خير طيب. الفروجة قد ما تكون صغيرة تطلع تستوي أكثر، تطلع طيبة أكثر. إذا تكون كبيرة ما تزبط، من برا تتقمر وتستوي، يظل قلبها ما يمشي الحال. الحز أنا حطها النوب شوي بالفرن، خليها تقريبا شي 20 دقيقة وأطفي عليها. بس لحكم شو صار منظرها، يا سلام بالشكل. ايوه الحز قلنا نسوي شوية رز للولد يحبونه لأنه جنب الفرن. ايوه والله حطيت الشعيرية، قلنا هالمرة نغير مثل شعيرية التراك يقولوا لها لسان العصفور. الحز تتقمر شوي، بعدين نحط الملح تغلي، بعدين نحط الرز. صار جاهز، تحبوا منظره غير شكل. المي خليته تقدروا انتم حسب يعني، اذا تحبونها خلوها، ما تحبونها تقدرون تفضونها يعني. خليته نحن الولد يحبونها يعني جنب الرز وهيك. شوفوا المنظر والله مثل الجاهز واطيب، والواحد شغل ايده يعني شغل بيت غير، يظل انظف واحسن من الجاهز. اي والله. والحستين الرز زادين بس نوبي يفور شوي، اغطي عليه لبين ما يستوي واوطي الغاز جوا. وهنا جهزت زيت، الحز اقول لكم شو اسوي بيه. حطيت اني الجوانح بالفرن، الحز بس شوي يستوي ادهنه
على وجهه هيك شوي شوي مشان ما يصير بزيت كثير، واخليه شوي بعدين اطفيه. الحس بعد ما استوى نص سوية تقريبا ادهنه زيت هيك على الوجه، وزاد النوب شوي، زاد اخليه هيك وارجع اقلبه بعدين على الطرف الثاني وادهنه زاد شوي زيت وخالص. خلاص الحز حطه بالفرن بس يصير جاهز اصور لكم. نوكو شیوه مجی هانا حاضر بی هوارز و فروج هانا هفجی با سکانو چکرن ورز و سلطه اشته تشتید برا و دلی کتر های بیرون ورن ام بخن و مرابن حتی طولی ویدو نوکو ام هاتن طولی ویدوی خواه و خودش وارازی به و ساعتا و خوش نوکو نان خورن و درنا پاک کرن چاک خواجی دینان سرغازه ایکه چای وخن و ساعتا و خوش و ببینن خیر و خوشیه دا و سر لایکت خوش تعلیق لی لایک اتم جوین تعلیقت خوش مرا یازکن و طریقه شیوه ویش شو ایمش شو یازکن و ده يلا بخاطري و خديش وارازي به ولا مگو بخاطري ولا دي ساكت او بكم بي چند جار يعني ام تين وهر و ام هاتن ام که بچينا ام بر ندونك اويلا يمكن الفرفن اما نشتا بيكي ما چي تشتاني هاش ماركته و شيف کرن و فايزة اونا الشغل هاتن ناخارن چایی که وخن و این ببینن خیر و خاشیه دا و ده يلا بخاطري و فيديو كي عجر روك عجر ويلا باي.